اخبار باقي بميكسها. الموفمون ديال جينزي اللي بينسب لراسو الاحتجاج اللي طرا مؤخرا، السيت ويب ديالو والسيت ويب ديال جينزي ديال الجيريا ديال الجزائر مقادين في نفس السيرفر، مقادين يعني عندهم نفس ليبرجمون، يعني ما كاينش شي تفسير اخر من غير ان نفس الاشخاص اللي قادوا هاد لي دو سيت وراه ديال الجزائر طيروه في البلاصه. اخبار باقي بميكسه. السلام عليكم. شوفوا بالعربيه تعربت 99.99% ديال الناس اللي كندوي معاهم والناس اللي كيكتبوا ليا كلشي عنده امل واحد، انه يكون خطاب ملكي هو اللي غتعطى فيه الحلول. الشيء دابا وقفات، ما نقدرش نقول تعابير واحده اخرى اللي كنعبروا بهم على ان الحاله صافي مشات. ملي كيولي الشعب كامل كيتسنى ان صاحب جلاله الله ينصرو يخرج يدوي باش كلشي يتقاد، هذا كيعني بانه حتى شي قمقوم في المغرب ما خاصو يعاود يحل فمو من هنا لقدام ويكذب على عباد الله في الانتخابات ويعطي الوعود الكاذبه ويشري الاصوات وما يخلي ما يدير باش في الاخر يطلع على ظهر الشعب. ووقت الازمه ملي كنحتاجوا ناس اللي يخرجوا يتواصلوا يحضروا ما كنلقاو حتى شي حد. هو اصلا عندنا مشكل كبير ديال التواصل في المغرب، عرفتي واحد النوع ديال الناس. انا ما نقول لكمش سكتوا، انا نقول لكم هيك ما تهضروا عرفوا راسكم اش كتقولوا. هاد الفيديو الشباب اللي خرجوا تيخربوا في البلاد، واحد السيد حط طوموبيلته حرقتيوها ليه، اش داه لكم ولا الدوله ولا الصحه ولا التعليم؟ واحد ساكن في دارو حرقتيوه ليه هو ولا حانوت ولا فارماسيان، اش داه لكم ولا الدوله؟ اخوان في الاول ديتوها سلميه، كاع المغاربه تعاطفوا معاكم سواء هنا في البلاد ولا حتى برا البلاد، وبزاف منكم غادي يقولوا هما اللي بداو. خويا مول ديك الدار ولا الطوموبيل اللي حرقتيو راه ما صوتيو عليه، ما دير لكم رزقكم، راه ولد الشعب بحالكم بحالو. وهاد الناس اللي خرجوا تيخربوا غادي يهدموا كاع داكشي اللي بنيتيو. راه الفرد وسط الجماعه تيحس براسو قوي. الخوت في الاخر ملي تيتحاكم كل واحد بوحدو. الخوت حسبوني بحال خوكم، الله يسهل عليكم، ولا تؤدوا بانفسكم الى التهلكه. راه هادو جرائم وجنايات راه تجي في الاخر غير في الوالدين. لا اله الا الله محمد رسول الله. الوقفه ماشي مرخصه، شنو تقدري تقولي عليها؟ اللي كنقول لك هذه اللي عطاو ليها غير مرخص، السلطه اللي تتكلف بالرخص ولم تعطينا الرخص. اللي كيهضر معاكم واحد جراو عليا بالعربيه، جراو على بنتي لانه ما عندكش رخصه. ومنظموا الشعب والملك سمع هذا الشيء، وسيدنا كتالو في وسط بلادنا والمخزن كيقبعنا. وبركه من هذا الشيء، بركه من الفساد، بركه من الشواء، وتحركوا. خويا حنا فوق راسنا وعينينا. عاش الملك، تحت الشعار الله الوطن الملك. حنا فينا فوق راسنا، ولكن هذا الوضع عندي معاه. الأوباش اللي خرجوا البارح وهجموا على البريغاد ديال الجدرميه مأطرين ومخطين ومحرشاهم المخابرات الجزائريه، واللي تعطاتهم التعليمات باش يهجموا على مركز الدرك الملكي وياخذوا السلاح. ومن بعد ما ياخذوا السلاح كانوا غيهجموا على مراكز الدرك الملكي اخرى ويجمعوا كميه كبيره من السلاح. وهذا الشيء علاش الامن من الاول ما كانش باغي الوقفات الاحتجاجيه تكون، حيت بعض البراج والاوباش اللي ما عندهمش والديهم سهله باش يتمانيبيلاو. قول لي شكون هو مغربي اللي غطاح ليه في بالو باش يجمعوا عصابه اكثر من 200 واحد ويهجموا على بريغاد ديال الجدرميه ويشفروا السلاح؟ عرفتي دابا المخابرات الجزائريه والانفصاليين ديال الداخل خدامين كيلعبوا بامن واستقرار بلادنا كامله. فراسك بان الالاف ديال لي فوكون داخلين في التعاليق في تيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي كامله وكيحرشوا البراش والاوباش في المغرب وكيطالبوهم بالتخريب والفوضى. ولا ما تقتيش بهاد الهضره اللي كنقول، دخل الصفحه الرسميه ديال الفيفا غادي تلقى الجزائريين كاملين دابا مرونينها في التعاليق وكيطاقيو المغرب وصفحات ديال الفيفا وكيقولوا لها شوفي شنو واقع عند المروك. الملايين الجزائريين هاجمين على صفحات الفيفا وكيوريوها شنو واقع في المغرب وكيطلبوا منا باش تسحب كاس العالم 2030. وسير تاكد براسك دابا ودخل حتى الصفحه ديال الكاف، ضرب لي دويره غتلقى الكلاب ديال الجزائر كلهم في التعاليق كيطالبوا الكاف باش تسحب كاس افريقيا من المغرب حيت ما بقاش فيه الامن. بطبيعه الحال اللي كيدافعوا على جينيراسيون زد غادي يخرجوا لينا وينتقدونا. انا بعدا بالنسبه ليا كمغربي ما غنتسنى الشاب يلا قال بسم الله يخرج يدافع على الحقوق ديالي. كاينين نخبه ديال الناس اللي بعقلهم والمثقفين والحقوقيين حتى الا خرجوا بعدا جات عليهم وعندهم صفه قانونيه. المثل المغربي كيقول اللي تسحر مع الدراري الصغار كيصبح فاطر، وداكشي اللي وقع للمغاربه كاملين تقيدوا مع شباب باقيين ما عارفين والو في الحياه كيتسناو دري صغير في مقتبل العمر غادي يدافع عليهم على حقوقهم. داكشي علاش الامن من الاول كان كيتدخل ورافض الوقفات الاحتجاجيه واخا تكون سلميه، وكيقول لك المثل اللي عضو الحنش كيخاف من الحبل. وهادشي راه فايتوقع لينا في احداث تقديم ميزيك ملي بدات التياغي بالخيام والمطالب الاجتماعيه حتى خرجوا الانفصاليين من وسط الخيام
وقلبوها دمويه. احداث الحسيمه الاخرى تا هي براسها حضرنا ليها وشفنا، بدات غير بالسلميه ومطالب اجتماعيه، حتى هجموا على الجوامع وقفوا الخطيب في خطبه الجمعه، وهجموا على قشلات البوليس بغاو يحرقوهم وهما حيين. هاد البراش راه طغاو عاد ما زادوا فيه ولاو كيهدوا امن واستقرار دوله على قدها. دابا راه المواطن ولا خايف يخرج مورا السد العشيه الزنقه. وهذه رساله للاباء والامهات اللي عنده شي برهوش يجمعوا من الزنقه ويدخلوا للدار. من بعد هادشي اللي وقع ما بقاش الضحك، وبلا ما تخرج لينا الصباح شي كتبكي في الاعلام وتورينا الطلامط ديال دارها وتقول لنا حكا ولدي مسالم عمرو خرج من الدار وولدها راه هاجم على بريكاد ديال الجدرميه على قدها وبغى يشفر السلاح. واش داكشي اللي كنقادو فيه ديال البنيه التحتيه وكنصلحوا في هاد البلاد الاوباش كيصبحوا ناعسين حتى الليل كيخرجوا وكيخربوها؟ نقولوها ونعاودوها، الجزائر كتحفر من مورانا باش ما نظموش كاس افريقيا وكاس العالم، وحنا عطيناهم الفرصه وجبنا لهم حتى البين يديهم دابا. ورجاء اللي باقي قلبو حنين وكيدافع على جينيراسيون زيد وهاد الحراك والمظاهرات، كون اكيد دابا بداو بالبنكات والمحلات التجاريه ودازوا للبريكادات، غدا غيدوزوا لك حتى لدارك. راه الانفصاليين ديال الداخل كتحركهم المخابرات الجزائريه وجامعين عليهم عرمه ديال البراش، وبغاو يريبوا كاع داكشي اللي بنى المغرب في السنوات الاخيره. فهاد الوقيته بالضبط اللي حنا مقبلين على كاس افريقيا وكاس العالم بلادنا محتاجانا، وأكبر غلط هو يساقوا الشباب وراء المخططات الجزائرية للإطاحة بالإصلاحات المغربية. وشوفوا الملك ديالنا واخا هادشي كامل اللي واقع باقي كيخرجوا كيدش المشاريع في الدار البيضاء في رسالة واضحة لكل الحاسدين والحاقدين على المملكة المغربية. واخا ديروا اللي درتو، الملك والشعب منخرطون في مسلسل الإصلاح والتنمية. ورسالة الشباب المغربي فيقوا مزيان وحلوا عينيكم ودنيكم وما تسمعوش الخطاب ديال الانفصاليين والبوليساريو والمخابرات الجزائرية والهضره اللي كتكتب في وسائل التواصل الاجتماعية. راه اللي غادي يحصلوا في هاد الفوضى والتخريب غتحكم عليهم باشد العقوبات، ونهار يحكموا عليك بشي 20 عام الفوق ديك الساعه ما غتنفعك ندامه. وانت كمواطن مغربي بارطاجي هاد الفيديو، عطينا الراي ديالك في التعليق باش يوصل صوتنا للشباب المغربي في المغرب كامل.